وعشان معاك باريس. فانت سهوله مجموعتك ان انت ما معكش فرقه من تصنيف اول وتاني، فرقه كبيره. دي سهولتها. ايوه بورتو فريق حلو بس مش زي الفرقه التانيه، مش كبيره زي الفرقه التانيه. فدي سهوله مجموعتك شويه. المجموعه التانيه ايوه انت هتلاقيها سهله، بس انت هتلاقي في كل مجموعه فريق كبير سواء تصنيف اول او تصنيف تاني، فده اللي ممكن يصعب المجموعه شويه. انما مجموعه الاهلي ان شاء الله حلوه، وان شاء الله الاهلي هيقدر يكسب لو ان ماتشين، وان شاء الله نصعد. الفكره بقى انت حتى لو صعدت، يعني انت باذن الله لو صعدت تاني او اول، هتقابل المجموعه التانيه اللي فيها مين؟ فيها اتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان. فالمجموعه برضو انت حتى لو صعدت اول او تاني انت هتقابل عتاوله من العتاوله دي. فان شاء الله يعني حتى احنا عايزين نصعد، يعني حتى لو عايزين نصعد وقابلنا فريق من دول، حتى لو خسرنا وطلعنا بس نبقى صعدنا وعملنا اداء مشرف فعلا، ما طلعناش مثلا تالت او رابع وروحنا. برضو انا مش عايز اقول لك مثلا ان انت هتنزل